السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي موضوع مهم جدا قلت اتكلم فيه على الرغم من الوقت وقت بطولة كأس افريقية، والكلام كله في منتخب مصر وبداية البطولة والمنتخبات والاجواء بتاعة البطولة. وواضح انها هتبقى بطولة قوية جدا جدا جدا، خاصة ان في اول 5 دقايق بيفوز فرقة او بيحرز فرقه منتخب كوت ديفوار الهدف الاولاني في البطوله، وباديه بمنتهى القوه. بس في معلومتين مهمين جدا جدا، خاصه معلومه المدير الفني الاجنبي، وان بعض الناس وبعض المواقع كتبت ان فينجادا مدير فني نادي الزمالك، وان في خلال اسبوع هيجي يرجع مصر او يجي يشتغل في نادي الزمالك. بس قبل ما اتكلم في معلومه فينجادا، حابب اقول لكم ان الاهلي بيسير او بيعمل بيسير على خطى الزمالك في فتره الاعداد اللي هتتم في الفتره الجايه، في فتره الاجازه اللي احنا فيها بتاعه المنتخب. وان النادي الاهلي قرر يطلع معسكر في الامارات ويعمل وديات في فتره التوقف، على الرغم ان كان القرار من بدري جدا ان ما بقاش في معسكر خارجي عشان معظم اللعيبه موجوده في المنتخب دلوقتي. فهم كانوا واخدين قرار ان ما دام ان اللعيبه كلها موجوده في معسكرات المنتخب، سواء منتخب اول او منتخب اولمبي، حتى منتخب 2005 مع الكابتن وائل رياض عامل معسكر، فقال لك لا احنا كمان نطلع الامارات ونعمل ماتشات وديه. وبيحاولوا يتفقوا في المعسكر مع الرجاء المغربي والشباب السعودي على اساس ان هم يعملوا ماتشات وديه في الفتره اللي جايه. والاهلي بيسير على خطى الزمالك في المعسكر الخارجي او البطوله او المعسكر الاعداد او المعسكر الخارجي في الامارات في الفتره القادمه. وان هنشوف الكلام ده هيحصل، وان النادي الاهلي بيدور على شركه تحاول تنظم له الماتشات وتحاول تنظم له السفريه كلها على اساس ان يسير على خطى النادي الزمالك. نخش بقى في فنجادة ونخش في رأيي أنا كطارق السيد. هو الراجل بصراحة عشان أكون واضح وصريح معاكم، ما قالهاليش صريحة، لأن حصل تليفون بيني وبينه من نص ساعة أو من ساعة بالظبط، واتكلمت معاه. طبعا الراجل كان وحشني جدا. الراجل ده حصل معانا على بطولة الدوري العام وحصل بطولة عربية، وحصلنا على البطولة بلا هزيمة. بطولة الدوري كلها خدناها بلا هزيمة، والحمد لله رب العالمين كان موفق معانا جدا. واحنا يمكن من افضل، عشان اكون صريح، هو الراجل من افضل المدربين اللي دربوني في تاريخي بصراحة. طبعا في مدربين كتير، الكابتن جوهري، الكابتن حسن شحاتة، انا بتكلم على الاجانب. انما الاجانب لا، فينجادا من افضل المدربين اللي دربوا فرقة الزمالك، وشفتهم قدام عيني واشتغلت معاهم، من المدربين الكبار جدا اللي انا استمتعت بالشغل معاهم. بس انا شايف ان فينجادا جاي يكمل الموسم مع او من بدل الكابتن معتمد جمال، وهيعمل تخطيط للموسم الجديد لقطاع الكرة بالكامل، سواء فريق اول او ناشئين، ويرشح اسم اجنبي للزمالك يكون هو المدير الفني في الموسم اللي جاي. وبالتالي انا شايف ان فرصة فينجادا كبيرة ان هو يمسك او يتولى مدير فني. الحوار اللي حصل بيني وبينه بالظبط ان انا اطمنت عليه، اخبارك ايه؟ هو كان في الامارات بقاله 10 ايام، كان بيصور مع احد القنوات العربيه، وقعد 10 ايام هناك ولسه راجع البرتغال حالا. وهو طبعا يعني ما جابليش سيره صريحه ولا واضحه ان انا توليت او ان انا هتولى او بس واضح من كلامه ان هو لو المجلس اتكلم، لو الناس عايزه، انا عندي استعداد اساعد. وهو حتى قال لي بصريح ان هو ما تواصلش مع اي حد في الفتره الاخيره باستثناء فتره الحل عشان يخش او يتدخل في حل مشكله سبورتنج لشبونه مع الزمالك، وان الامور بالنسبه له متاحه جدا ان هو يرجع او يتولى او هو تحت امر نادي الزمالك، بما انه راجل خدم النادي قبل كده وبيخدم النادي لحد دلوقتي. هو اصلا الموضوع بتاع سبورتنج لشبونه ده بيتدخل فيه لمصلحه نادي الزمالك، والمصلحه برضه سبورتنج لشبونه ان هو يحاول يقرب وجهات النظر. وان الراجل كان سعيد جدا. وعلى فكره هقول لكم معلومه محدش كتير يعرفها، بنته متجوزه هنا في القاهره وعايشه، او في مصر وعايشه. يعني هو بنته اوريدي عايشه في مصر، يعني هو بيعتبر نفسه مصري. يعني برضو الامور دي عشان برضو تبقى انتوا فاهمينها والناس فاهماها، ان فينجادا بيعتبر نفسه غير ان هو برتغالي، هو مصري. فبيحاول ان هو يساعد اي حاجه لصالح نادي الزمالك، وقالها لي صريحه اي حاجه لصالح نادي الزمالك هو عنده استعداد يعملها. وكمان هو شكر لي جدا في المجلس اللي موجود دلوقتي، وقال لي ان المجلس ده مجلس محترم وعندهم استعداد ان هم يشتغلوا، وهو عنده استعداد ان هو يساعدهم في اي حاجه ممكن يقدر يقوم بيها
يقوم بيها في الفتره اللي جايه لصالح نادي الزمالك. هل انا قلت ان فنجاده جاي؟ لا. قلت فنجاده مش جاي؟ برضه لا. هو الراجل ما اداش قرار واضح، ما اداش قرار صريح، ما قالش انا جاي ولا مش جاي. ده كلامي معاه، وكان الحوار واضح جدا زي ما قلت لكم. سلام، اهلا وسهلا، وحشني جدا، ازيك يا طارق؟ انا كنت في الطياره وانا لسه راجع من دبي، وان شاء الله باذن الله طبعا اتمنى لك السعاده يا طارق وتبقى موفق، وانت عامل الكلام اللي هو بتاع ان مدرب بيكلم لعيب عنده. انما طبعا الامور دلوقتي اختلفت بيني وبين فنجاده، ودلوقتي الراجل خلاص عارف ان طارق اعتزل الكوره، وعارف انما كل الفكره انا اتصلت عشان اطمن جمهور الزمالك، هل فعلا فنجاده هو المدير الفني ولا لا؟ هل فنجاده هيكون موجود ولا لا؟ بس انا في نفس الوقت شايف ضغط الجماهيري اللي حاصل ممكن يغير القرار بالنسبه لمجلس الاداره، لاني انا شايف ضغط جماهيري كبير جدا عشان المعدل العمري بتاع الراجل. انا بقول لكم الراجل ده يا جماعه بصراحه، وعلى فكره انا في حاجات كتير جدا مش عاجباني، في حاجات كتير جدا. تاخر رفع القيد مش عاجبني خالص. الامور لسه ما اتحسمتش في رفع القيد، في الصفقات لسه ما اتحسمتش عشان رفع القيد ما اتحسمش. كل الامور دي مش عجباني. انما في الاخر وجهه نظري الشخصيه بالنسبه لفنجاده كراجل اتمرن تحت ايده قبل كده، لا هو مدير فني محترم جدا جدا، محترم جدا جدا، ومدرب كبير، ومدرب عنده امكانيات عاليه جدا فنيه ونفسيه ومعنويه وحاجات كتير جدا تخليك انت وانت بتتمرن معاه مرتاح جدا جدا وما عندكش مشكله. فهو اضافه لنادي الزمالك قولا واحدا. عامل السن ما اعتقدش ان هو ممكن يبقى عائق، لان هو هيجيب معاه مساعدين. هو الراجل بيشتغل بدماغه، الراجل ما بينزلش يعمل مجهود كبير قوي، انما هو مدرب كبير. قبل ما اقفل معاكم عايز اقول لكم كمان، او عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه لمنتخب مصر. كلنا بنتمنى التوفيق بكره ان شاء الله باذن الله في ماتش موزمبيق، وحابب اشارككم وقولوا لي عايزين منتخب مصر يبدا ازاي بكره. انا شايف من وجهه نظري ان التشكيل اللي هيبتدي بيه منتخب مصر شناوي، عمر كمال، وعبد المنعم وحجازي وفتوح، زيزو والنني حمدي فتحي، صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه. ده وجهه نظري بالنسبه للتشكيل، او من قرايتي لفكر مستر فيتوريا. هل انتوا ليكوا راي تاني؟ قولوا لي. اللي ليه راي يا جماعه يكتب لنا التشكيل المتوقع او التشكيل اللي هو عايزه. انما انا بقى هنا عايز اوضح حاجه مهمه جدا. اتمنى ان الجمهور المصري كله يلتف في الفتره دي حوالين منتخب مصر. منتخب مصر في مهمه رسميه صعبه، خدوا بالكم البطوله بادئه صعبه جدا. كوت ديفوار ماشي كويس، هو هيمشي كويس. اعتقد ان البطوله مهمه جدا بالنسبه للشعب المصري وللجمهور المصري كله، وكلنا عايزين نقف جنب بلدنا، وكلنا عايزين نقف جنب منتخبنا ان شاء الله باذن الله في بطوله كاس الامم الافريقيه. اتمنى التوفيق لمنتخب مصر، اتمنى التوفيق لمستر فيتوريا، اتمنى التوفيق للاعيبه منتخب مصر. ويلا يا جماعه نشجع مصر في البطوله دي ونقف في ظهر منتخبنا. من هنا الفيديو بتاعنا بيخلص. كل التحيه لكم وكل الشكر ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.